غدانا النهارده بقى مميز، غدا مصري كده، ملوخية ولوبيا وفراخ محمرة. وهنا بقى عشان اسلق الفرخة حطيت مية وبصلة، وبشرت بصلاية كبيرة كده علشان اللوبيا، وضربت شفشق طماطم ورحت نازلة بيه على البصلة. واول ما اتسبكت كده وتقلت رحت نازلة باللوبيا اللي انا سلقتها. اللوبيا بتتنقع وبعدين بتتسلق وبعدين بتتصفى وتتغسل كويس قوي. وبعد كده رحت نازله بقى بعد ما اتصفت نزلت بيها في الصلصه. وبعد كده نزلت بكبشتين 3 كده شوربه بعد بقى ما الفرخه اتسلقت، وحطيت لها ماجي وملح وفلفل اسود. هنا كده اللوبيا خلاص خلصت والفراخ خلصت. نعمل بقى الملوخيه. هنا قطفتها و... وغسلتها وصفيتها. وهنا بقى اعمل الرز بالشعريه. حمرت الشعريه نص كيس شعريه كده بشويه زيت وسمنه، حمرهم كويس قوي. وبعد كده غسله الرز ومصفياه هنزل بيه على الشعريه. بصوا بقى الجو حر قوي والتليفون يعني وانا بصور اصلا كان سخن جدا من حرارة الجو وحرارة البوتاجاز، فكنت بحاول ابعد على قد ما اقدر يعني. حمرت الشعرية كده بالشكل ده. ننزل بقى بالرز، ممكن تعملي رز ابيض، رز حبة وحبة. نزلت بالرز وحطيت عليه الملح بتاعه، وهحط المية بعد الرز بحاجة بسيطة خالص علشان يطلع معايا مفلفل مش معجن. نزلت بالرز، المية طبعا مغلية، وهنا الملوخية خرطتها وغليت شوية شوربة على قدها. وبعد كده رحت نازلة بيه الملوخية وضربها كده بالشوكة لحد ما تفك تماما وتغلي غلوتين، واقوم طافية عليها على طول عشان ما تسودش مني. وهعمل بقى الطشة بتاعتها. جبت 6 فصوص توم كده صغيرين ورحت بشراهم بشوية سمنة، معلقة سمنة كده، وهفضل اقلب كده فيها واحمرها كويس قوي. وبعد كده اما بتبقى لونها ذهبي بقى ننزل بيها على الملوخية ونطشها بقى. الرز خلص والملوخية خلصت واللوبيا خلصت والفراخ اخر حاجة هحمرها. غدا سهل وسريع ومع طبق مخلل بقى، والفراخ عملتها كنتاكي كده، كان طعمها حلو قوي.